بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. آه النهاردة ان شاء الله دي نحاول ان احنا نغير يعني في افكار المشروع بتاعي، وبقدم الفكرة لعلها تكون يعني سبب رزق لأي حد عايز يعمل مشروع من البيت، يكون شاطر في شغل الحلويات والكلام ده، وتطلع من بيتها في الغلا اللي احنا فيه ده. فانا بحاول ان انا يعني اصور الافكار دي واقدمها لعلها تكون ايه سبب في رزق حد تاني. تمام. دي علب تانية غير الكوبايات اللي انا كنت مصوراها قبل كده. العلب دي اكبر، علب مدورة وغويطة وبغطا برضو، نفس الفكرة الكيك اللي انا بعمله، وبعمل طبقات. طبقة كيك بسقيها بالحليب اللي بالكاكاو او الشوكولاتة، وتحطي طبقة كريمة وطبقة كيك فوقها طبقة الكريمة التانية، وهكذا. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بصي، اللي بيشتغل في افكار المشاريع دي، او يعني اي ست بتشتغل في المشاريع دي من بيتها، حاولي تغيري في افكارك. في طبعا هتعملي الاحجام الكبير والصغير، وتغيري في انواع الحاجات اللي انت بتعمليها. غيري في التزيين، غيري في الشكل، غيري في الطعم. يعني ايه، ما يبقاش حاجه واحده عشان الناس ما تملش منها. غيري في طريقه شغلك، غيري في افكار شغلك برضو. آه، يعني حاولي تقدمي كل مره حاجه جديده. فهماني طبعا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بعمل طبقتين كيك وبسقيهم طبقتين كريمه. العلب دي كانت اكبر من الكوبايات. تمام. آه، فبتاخد الكميه بتكون اكبر شويه. طبعا السعر بتاعها بيكون اغلى من الكوبايات لان دي اكبر. تمام. طبعا اهم حاجه النظافه في شغلك. في اي زيادات كده على العلب، على الغطيان، الكلام ده بتحاولي تشيليها بمناديل نظيفه. تيجي من فوق تساوي الكريمه كده، وبتنضفي اي زيادات من فوق بمعلقه كده، وبسويها من فوق. باجي هنا بقى في حته التزيين بحط نوتيلا من فوق. بصي زيني بقى، نوعي. انا حطيت في علب حطيت فيها كلها نوتيلا من فوق، وفي علب حطيت نصها نوتيلا، والنص التاني دي شوكولاته بوستاشيو كانت عندي، كانت شوكولاته خام، فسيحتها وحطيت عليها معلقتين من الكريمه، سيحتها على حمام مائي ومعلقتين من الكريم شانتيه. بتسيب بتبقى عامله زي النوتيلا او الصوص كده. وايه يعني، نوعي. فاهميني. كنت تحطي صوص، انواع من الصوصات، وانواع من النوتيلا، انواع من صوصات الشوكولاته مثلا كده يعني. والتزيين بقى يرجع لك برضو زي ما انتوا شايفين كده. هي حاجه بس ان احنا بنحاول نغير في فكره الشغل، بحيث ان ما يبقاش فيه ملل، ما يبقاش فيه نفس الحاجه يوميا الناس تمل منها والكلام ده. غيري في حاجتك ان شاء الله، ربنا يرزقنا جميعا باذن الله. ده حطيت كور كده من الشوكولاته الملونه ديت، وفورماسيل ملون من فوق بيغير الشكل خالص. وبس بتغطيها كده وبتدخليها التلاجة. يا ريت تطلعيها تاني يوم بتكون افضل يعني. الحاجات اللي زي دي اما بتقعد يوم في التلاجة كده بعدين تتاكل بتحلو، طعمها بيبقى احلى. فاهماني. بصوا بقى، العلب دي شكلها حلو قوي، شفافة كده ومبينة الحاجة اللي جواها، فشكلها حلو قوي يعني. طبعا انتي بتحسبي تكلفتك كلها وبتطلعي وبتحطي مكسبك وشغل ايدك عليها بما يرضي الله كده، من غير ما تزودي كتير. وبتمشي على حسب المكان اللي انت فيه، على حسب الاسعار اللي موجوده عندك في المكان اللي انت فيه. بصي بقى العلب شكلها حلو قوي ازاي، ما شاء الله يعني.